السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أشارك معكم وصفات صحية ولذيذة وخفيفة وسريعة التحضير وما بتاخذ معكم وقت نهائيا. بداية راح أبتدي بالبرغل التركي على طريقة الوالدة، أخذتها منها خطوة بخطوة. راح أطبقها معاكم مثل ما ذكرت لي بالتفصيل عشان تطلع معكم نفس النتيجة. بداية حضرت الوعاء اللي راح استخدم فيه الوصفة، ضفت شوي من الزيت النباتي وهي يعادل نصف كاسة شاي من الزيت النباتي، بالإضافة ل 300 جرام من اللحمة و150 جرام من اللية. طبعا اللية ضرورية بالوصفة، بتعطي نكهة مميزة لهاي الوصفة. ضفت هون بالبداية بالنسبة للبهارات، راح أكتفي بالبداية على اللحمة ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. بعد ما أقلبهم تماما ويتغير لونهم، راح أضيف البصل. طبعا هو اللحمة مو مستوية استواء تام، فقط لحتى يتغير لونها ضفت البصل عبارة عن حبة متوسط الحجم مفرومة فرم ناعم بالشكل واضح معكم، بضيفها لحتى تتقلب وتتدبل تماما. بعدها راح اضيف الفلفل الملون. حتما لازم تكون الفلفل ملونة، بصراحة بتعطي طعم غير. بالنسبة لي بصراحة كنت قايله للوالدة انه لا، ممكن عادي لو في فلفلة لحالها انه نفس النكهة بالنهاية، يعني كلها فلفلة. بس بصراحة لا، يعني لو بدكم تركزوا بالنكهات في اختلاف بسيط بالنكهات سبحان الله. فيعني كل اشي له اشي، ممكن في اختلاف بسيط، ما عليكم. اهم شي يكون متوفر الفلفلة الملونة. طبعا بالنسبة للكميات، الفليفلة حطيت من كل نوع حبة واحدة، بالإضافة لبندورة تقريبا كيلو بندورة يكون مستوي لحتى يعطينا نتيجة أفضل، لون أحمر للوصفة، يعني بتطلع هيك لونها مشهي. بالإضافة للبهارات، زنجبيل نصف ملعقة، كزبرة نصف ملعقة، كاري نصف ملعقة، بالإضافة للبربكيو نصف ملعقة، ونصف باكيت معجون طماطم. إذا ما كان متوفر باكيتات بإمكانكم تستبدلون ملعقتين طعام من الدبس البندورة إذا كان عندكم مطربانات عشان تعرفوا الكمية. فالأثناء هاي رح أتركهم لحتى يتسبكوا وأنتقل للوصفة الثانية. هون حبيت أعمل تشكيلة جنب البرغل، في حال اللي بده ياكل برغل اللي بده ياكل أكلة ثانية. هون حطيت شوية زيت وشوية بصل، رح أعمل بندورة مع لحمة. طبعا بعد لبين ما يتقلب البصل، هون انتقلت للبرغل بعد ما تسبكت اللحمة مع البهارات والبندورة والفلفل الألوان. ضفت عليها كمية المي، تقريبا أني هون ضفت كوبين كبار من البرغل، ضفت لهم 3 أكواب من المي، يعني لكل كوب برغل كوب ونص من المي، بالإضافة لمكعب ماجي. هون بعد ما قلبت البصل تماما للبندورة مع لحمة، ضفت اللحمة وضفت نصف ملعقة طعام من الملح، نصف ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة والفلفل طبعا. بعد ما قلبتهم تماما رح اغطيهم واتركهم لحتى يستووا تماما، لانه هون عندي اللحمة مجرمشة مو ناعمة. بهالاثناء هاي لما تستوي عندي اللحمة بنتقل للمي، بشوف اذا كان ناقصها ملح او اشي. بعدها اذا كانت المي تمام راح اضيف البرغل واتركه على نار عالية لحتى عندي ينشف سطح البرغل. وبعدها راح اهدي تحتي النار واتركه لحتى يستوي. برجع بنتقل البندورة مع لحمة بعد ما عندي كانت اللحمة مستوية تماما، بضيف عليها كمية البندورة طبعا حسب الرغبة. بالنسبة لي عائلتي بتحب بندورتها تكون واضحة شوي. بغطيها وبتركها على جنب لحتى تتسبك وتستوي تماما. هون كان عندي البرغل جاهز، غطيت تحتيه لحتى يتسبك ويستوي تماما. وهون كمان رح اترك البندورة مع لحمة لحتى تستوي. بهالاثناء هاي رح احضر السلطة. طبعا بالنسبة للأكل تاني اللي عملتهم يحتاجوا أنهم يتقدم جنبهم سلطة. بصراحة السلطة من أطيب ولذ الأكلات اللي لازم تتقدم جنب هيك أكلات بتخص البرغل أو المجدرة أو الأشياء اللي بتدخل فيها أكلات البرغل. طبعا السلطة اختيارية حسب ما انتم بتحبوا الخضروات اللي بيضيفوها. بالنسبة لي بحب السلطة تكون هيك خضرواتها كثيرة وفيها يعني تشكيلة من الخضروات اللي بحبها. حبيت هون أضيف بالبداية بندورة وخيار وفجل وخس وكزبرة وفلفل ألوان، وتركتها على جنب. وفي الأثناء هاي رح أحضر الشنينة. طبعا هون اللبن اللي استخدمته اللبن اللي سويته على إيدي. إذا حابين أنزلكم الوصفة والطريقة بالتفصيل اكتبوا لي بالتعليقات لحتى إن شاء الله المرة القادمة بس أعمله أو أصور لكم الوصفة وأنزلها إن شاء الله على اليوتيوب. وما بتتخيلوا قديش طلع طيب ما شاء الله ودسم، ومثل ما واضح معكم قوامه كان جدا كريمي. هون حبيت اعمل شنينة على ايدي، ضفت اللبن طبعا بصراحة من دون عيارات نظري، بالاضافة للمي الباردة وشوي عصير ليمون وشوية ملح. للي بيحبوا الثوم بامكانكم تضيفوا ثوم. ومثل ما واضح معكم ما شاء الله قوامها ولا اروع من هيك، ونكهتها جدا مشهية. وحبيت أعطيكم لمحة بسيطة عن الأكل. بالنهاية هون عندي البرغل كان مستوي ما شاء الله كل حبة وقتها، طفيت تحتي وانتقلت للحمة مع بندورة لحتى أتأكد من درجة الاستواء، كانت ما شاء الله مستوية ومتسبكة تماما. بهالأثناء هاي كنت محضرة مسبقا شوي من الكزبرة الخضرة، فرمتها على إيدي بالإضافة ل3 حبات من الثوم المدقوقين، بضيفهم وطفي تحتهم النار. وهيك بتكون الغداء صار عندي جاهز. من أطيب وأروع الأكلات اللي ممكن تحضروها، خفيفات وسهلات ولذيذات. لهون بكون خلص غدانا لليوم. راح انتقل معكم للمطبخ بعد ما اخلص اكل واضب المطبخ واحضر معكم وصفة حلو طلعت ترند.
اللي هي كازان دي بي. بصراحة بفوت على التيك توك مطبولة الناس فيها، والانستغرام وأي جميع المنصات اللي بدخل عليها مطبولة الدنيا بهذا الحلو. وحبيت اليوم أشاركه معكم. ضفت كوبين من الحليب بالإضافة لملعقة ونص من النشا، ملعقة ونص من الطحين، 3 ملاعق من السكر، صفار بيضة بالإضافة لملعقة صغيرة من الفانيلا. حركته مع البارد، بعدها بشغل النار، وهالأثناء هاي بضيف المقلاة على جنب اللي راح أقدم فيها الحلو. راح أضيف 3 ملاعق من السكر، أخليهم على نار هادية لحتى يتكرمل عندي السكر، لبينما يكون عندي القوام جهز وثقل بالشكل اللي واضح معكم. هون بلش يجتهد عندي القوام والسكر بلش يتكرمل. بالنهاية بضيف على الخليط مقدار 20 جرام من الزبدة لحتى يعطيني نكهة وطيابة أكثر. بعدها هون استوى عندي الخليط، ضفت مقدار كبجاية أو ملعقة طعام كبيرة، ملعقتين طعام. يعني نظري بصراحة الكمية اللي بدكم تحطوها بتحركوا فورا وهي حامية مع السكر اللي كرملناه بالشكل اللي واضح معكم. بعدها بصيروا تضيفوا طبقة طبقة بالشكل اللي واضح معكم لحتى تعملوا طبقة ملسة بالشكل اللي قاعد بوضح لكم اياه على الشاشة. هون حطيت طبقة أولى وثانية، وهاي الثالثة كانت هيك على شكل متساوي. حاولوا تملسوها بشكل متساوي لحتى تطلع معكم وقت التقديم متناسبة، وبنفس الوقت شكلها يكون مميز. بعد ما خليتها على نار هادية طبعا شمعة جدا، بتركها 5 دقايق لحتى ينشف سطح الحلو معنا. بعدها بتركها برا تقريبا 10 دقايق وادخلها على الثلاجة 1.5 ساعة، وهيك بتطلع النتيجة. طبعا راح نقطعها بالشكل اللي مطبولة في الدنيا وطالع ترند، اللي بتقطعوها من النص وبعديها بتلفوها على شكل رولات. وفيكم تقدموها بالشكل اللي انتم بدكم اياه، بامكانكم تقطعوها على شكل مربعات، يعني اللي انتم بتحبوه فيكم تقدموها فيه. بس بالنسبة لي حبيت اكمل الترند لنهايته، لفيتها بالشكل اللي واضح معكم. كانت طريقتها جدا سهلة وما بتاخذ معكم وقت، والكمية تقريبا بتكفي من 3 ل 4 اشخاص اذا كانت تذوق. اما اذا كانت كحلو بدكم تشبعوا بصراحة ما بتكفي 2 او ممكن 3. بالنهاية زينتها بالفستق الحلبي المطحون، وبعديها كملت لف الرولات الباقيات مثل ما واضح معكم. يعني ما شاء الله طريقتها جدا سهلة وغير مكلفة وطيبة ولذيذة وسهلة وسريعة التحضير، يعني من المكونات المتوفرة بالبيت هذا أهم شيء. وكانت طعمها بصراحة جدا طيب وكل العيلة حبتها، وطعمها قريب بصراحة بالنسبة لي حسيت للكريم كراميل. فبنصحكم تجربوها، تجربة جدا ناجحة ومكوناتها متوفرة بالكل بيت ومثل ما ذكرت لكم. والفستق الحلبي فيكم تستثنوا عنه إذا ما كان موجود. بس لهون كان خلص الفلوق تبعنا لليوم، او الوصفات اللذيذه والخفيفه اللي عملنا لكم اياها اليوم. بتمنى اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، ويعطيكم الف عافيه يا رب.